لعبتين كلنا بنلعبهم، بس عمر ما كان يجي في دماغك ان الكفيف بيلعبهم زيك، خصوصا اللعبه التانيه. تعال اوريك. اول لعبه هي الكوتشينه. انا عشان العب كوتشينه كنت بضطر اجيب كوتشينه من بتاعتكم اللي انتوا بتلعبوها، واقعد بقى اسال حد هي دي كام، فيقول لي، فاروح حاططها في المكتبه البرايل بتاعتنا، وبروح كاتب عليها الرقم اللي انا ببقى عارفه. وكانت قصه كبيره كده. بس دلوقتي مفيش داعي لوجع الدماغ ده، لان خلاص وصلت الكوتشينه البرايل. انا كسرت البتاع، انا فساد. المهم ان وصلت الكوتشينه البرايل. هي نفس الكوتشينه بتاعتكم، بس الفرق ان هي مكتوب عليها برايل. فتعالى مثلا نسحب ورقه عشوائيه. ماشي. مثلا دي رقم 6، لا دي 8. 8 صح؟ يا رب تبان في الكاميرا 8. تعال مثلا واحدة تاني. دي دي 5. أو ربنا 5. تاني حاجة بقى الصدمة. الشطرنج. تعرف إن في شطرنج للمكفوفين؟ تعال أوريك نبذة بسيطة عنها، لأن أنا الصراحة ما بعرفش ألعبها أصلا. بس هي بتتفتح كده عادي، جواها كيسين. المفروض كيس فيه الحاجات اللي هي المفروض بتقولوا انتوا عليها ابيض، وكيس تاني بتقولوا عليها انتوا اسود تقريبا. انا يعني ايه كده. ادي الكيسين. بعد كده نقفلها كده. هوبا. ما علينا. المهم دي المفروض اللي هي بتكون حاجات لونها اسود. اقول لكم بقى ازاي بقى. دي بيكون فيها راس من فوق كده، مسمار مدقوق من فوق. دي العلامة اللي بتعرف المكفوفين ان دي الحاجة السوداء. ماشي، يعني اكيد مش لونها اسود يعني، بس ماشي. هي بتتحط هنا في البتاع اللي تحت. نيجي بقى للناحية التانية. المفروض بقى دي الحاجات اللي هي المفروض بتكون بيضة. بنعرفها ازاي؟ ان هي عكس التانية، عكس السودا. المفروض ما فيهاش مسمار من فوق، بتكون كده، ما فيش اي حاجة فاضية. فدي المفروض تقريبا بتتحط هنا. فاللعبة دي الصراحة صعبة، أنا ما بعرفش ألعبها. فلو أنت بتعرف تلعبها اكتب لي في الكومنتات عشان تعلمني. الألعاب دي من براند أزر، براند متخصص في كل حاجة تخص المكفوفين. واستنوا فيديوهات كتيرة جدا، أنا هوريكم حاجات عجب الفترة الجاية. واللي عايز طبعا يطلب حاجة من الحاجات دي، هسيب لكم لينك براند أزر تقدروا تطلبوا منه من خلال الصفحة بأسعار كويسة جدا. ولو قلت لهم أنا تبع الجوكر هيتعمل معاكم أحلى واجب.